احداث فيلمنا بتبدا مع مسجون بيترحل في عربيه البوليس للسجن بالليل متاخر، والسجين ده بيكون سجين خطير جدا واسمه كروجو. بس بتصطدم عربيه البوليس بعربيه تانية وبيكون فيها واحد اسمه فرانسيس وبنت اسمها سيدي، وبتكون سيدي حبيبه كروجو، وبتكون خطتهم ان هم يهربوا كروجو من السجن قبل ما يترحل لسجن الولايه. وبعدها بتنقلنا احداث الفيلم البنت اسمها ميري، وميري بتكون بتتدرب على السباحه، وامها ايما بتكون بتستناها لغايه لما تخلص التمرين بتاعها. وبعدها ميري وامها بيروحوا المستشفى اللي بيشتغل فيها جون ابو ميري، لانه بيكون بيشتغل دكتور في المستشفى، وبيكونوا بيحضروا نفسهم ان هم يسافروا كلهم علشان يقضوا الاجازه سوا في البيت بتاعهم اللي بيكون في حته منعزله وقريب من البحيره. وبيتحركوا كلهم على البيت اللي هيقضوا فيه الاجازه بتاعتهم. ولما بيوصلوا للبيت ميري بتقول لهم انها تفضل انها تقعد في بيت الضيافه، وانها هتنقل كل حاجتها على هناك. وبتشوف ميري سلسله مكتوب عليها من اخوها بن، وبتاخدها علشان تلبسها. وبعدها بتروح ميري لامها ايما علشان تستاذنها انها تاخد العربيه بتاعتهم علشان نفسها تزور صاحبتها بيج اللي بتشتغل في محل في المدينه. وبتروح فعلا ميري علشان تقابل صاحبتها في المحل اللي بتشتغل فيه، بس بيدخل عليهم شاب صغير واسمه جاستن. وجاستن بيطلب من بيج انه يشتري علبه سجاير، بس لانه بيبان عليه انه اقل من 18 سنه بتطلب منه بيج البطاقه بتاعته. بس جاستن بيعرض على بيج انه يجيب لها مرجوانه في المقابل انها تديله علبه السجاير. وبيقول لها جاستن انه سامعها وهي بتتكلم وانها كانت عايزه تشتري مرجوانه، وبيعرض عليها جاستن انها تيجي معاه الاول علشان تجرب النوع بنفسها قبل ما تشتريه. وبتوافق بيج على كلامه، وبيتحركوا كلهم على المكان اللي عايش فيه جاستن. وبتدخل بيج مع جاستن الاوضه، بس ميري بتكون مستنيه صاحبتها في العربيه لحد ما ترجع. بس الوقت بيعدي وبيج بتتاخر عليها، اللي بيخلي ميري تنزل من العربيه وتروح لاوضه جاستن علشان تعرف صاحبتها اتاخرت ليه. وبيكون في جورنال على الارض بيكون فيه خبر هروب كروجو من السجن. ولما بتدخل ميري الاوضه بتلاقي صاحبتها بتشرب المرجوانه مع جاستن، ونست نفسها بسبب المخدرات اللي بتشربها. وبتفضل بيج تعزم على ميري انها تشرب معاهم وتشاركهم لغايه لما بتوافق ميري في الاخر انها تشرب معاهم. ولما بتتاخر ميري امها بتتصل بيها على التليفون وبتطلب منها انها ترجع البيت بسرعه لان في عاصفه هتحصل قريب. بس الخط بيفصل، وميري كانت بتقول لامها انها هتقضي الليله مع صاحبتها وهترجع تاني يوم. بيفضلوا قاعدين هما الاتنين مع جاستن لغايه لما بيدخل عليهم جروجو ومعاه سيدي وفرانسيس. وبنعرف من الاحداث ان جروجو بيكون ابو جاستن. جروجو بيضرب جاستن لانه سمح لبنات غريبه ان هم يدخلوا الاوضه مع انه عارف خطوره الموضوع، وخصوصا وان كل صورهم انتشرت في الجرايد وانهم مطلوب القبض عليهم. ويكونوا خايفين ان هم يسيبوا البنتين لانهم ممكن بالشكل ده يبلغوا عنهم. وساعتها ميري هتبدا انها تنهار وتعيط من الخوف، وتدي مفتاح العربيه بتاعها لسيدي على امل ان هم يسيبوهم. بس فرانسيس بيبدا انه يتحرش ببيج، وبيطلع السكينه اللي معاه علشان يهددهم بيها. بس بتهرب منه بيج وبتجري على الحمام، وبتحاول انها تهرب من شباك الحمام، بس شباك الحمام بيكون معصلج ومش بيتفتح. وساعتها فرانسيس بيكسر باب الحمام عليها، وبيخبط راس بيج في حوض الحمام فبيغمى عليها. وبيكسر تليفون ميري علشان ما تحاولش انها تتصل بحد من وراهم. وبياخدوهم بالعربيه وبيتحركوا ناحيه الغابه، وبيهددوهم ان هم ما يعملوش اي حاجه طول الطريق. بس بتحاول ميري انها تهرب من العربيه، وده اللي هيخلي كروجو يعمل حادثه بالعربيه. والعربيه بتفضل تنزل على منحدر وبتتخبط في كل الاشجار. بسبب اللي حصل ده مناخير فرانسيس بتنكسر، والعربيه بتتدمر ومش بتشتغل تاني. واللي حصل ده بيخلي فرانسيس هو وسيدي يفضلوا يضربوا فيهم لغايه لما بتستغل بيجي الفرصه وتقدر انها تهرب منهم وسط الغابه. وبيفضلوا يجروا وراها ويطاردوها، وقبل ما تنادي على حد علشان يساعدها بيضربها فرانسيس ويربطها بالتيشيرت بتاعها وبيرجعها تاني. وكروجو بيلوم ابنه لانه السبب في اللي هم فيه، وبيجبر ابنه انه يتحرش بميري لحد ما بيج بتشتمه وبتقول له انه ضعيف ومثير للشفقه. وده اللي بيخلي جروجو يطعنها بالسكينه قدام ميري، ويتهجم جروجو على ميري وبيعتدي عليها قدام ابنه. وميري بتتوسل لجاستن علشان ينقذها من ابوه، بس جاستن مش بيتحرك من مكانه، وبيكون سامع ميري وهي بتصرخ بس مش بيكون قادر يعمل لها اي حاجه او يساعدها لانه خايف من ابوه. وبيشد جروجو السلسله من رقبه ميري وبيرميها ناحيه ابنه، وجاستن بياخد السلسله بتاعت ميري وبيحتفظ بيها معاه. وبعد اللي حصل لها بتحاول ميري انها تقف على رجلها من جديد، وتكون ماسكه صخره كبيره من على الارض وبتضرب بيها جروجو علشان تهرب منهم. تجري ميري ناحيه البحيره، وبتبدا ميري انها تعوم في البحيره على امل انها تهرب لغايه لما بتيجي رصاصه في كتف ميري. وساعتها بيفتكر جروجو انه قتلها، وبيطمنوا انهم بكده بقوا في امان. بس بعدها العاصفه بتبدا والمطر بيزيد، وبيفضلوا ماشيين على رجليهم على الطريق لان العربيه اللي كانت معاهم اتعطلت لغايه لما بيلاقوا بيت قدامهم. والبيت بيطلع بيت جون ابو ميري اللي لسه قاتلينها، وبيخبطوا عليهم وبيقولوا لهم انهم حصل لهم حادثه على الطريق وانهم محتاجين مساعده بسبب العاصفه. وبيبدا جون بما انه دكتور انه يساعد فرانسيس ويعالج مناخيره المكسوره، وبيلوم جروجو ان عربيتهم انحرفت عن الطريق وعملوا حادثه وما قدروش ان هم يروحوا بفرانسيس اقرب مستشفى، وان من حسن حظهم ان هم دخلوا بيت دكتور وبالشكل ده هيقدر انه يعالجه. وبيقول لهم جون
انه يتمنى انه يساعدهم، بس عربيته مش موجوده لان بنته اخدت العربيه ونزلت بيها المدينه. وبيضرب البرق عمود الكهرباء، وساعتها الكهرباء هتنقطع عن البيت، حتى خطوط التليفون هتنقطع هي كمان. وساعتها هيروح جون علشان يشغل مولد الكهرباء الاحتياطي. وفي نفس الوقت ده بنعرف ان ميري لسه عايشه. وبعد ما بيخيط جون مناخير فرانسيس بيعرض عليهم جون ان هم يفضلوا قاعدين في بيتهم لغايه لما العاصفه تمر، وبعدها يقدروا يتحركوا براحتهم، ان هم ممكن يناموا في بيت الضيافه بتاعهم. وبيقوم جاستن بعدها علشان يدخل الحمام، وهو في طريقه بيعدي على المطبخ، وساعتها هيلفت انتباهه صوره ميري اللي متعلقه على الثلاجه. فبيتصدم وبتقول له ايما ان اللي في الصوره دي صوره بنتها ميري، واللي اخدت العربيه بتاعتهم وراحت علشان تزور صاحبتها. وساعتها جاستن بيدخل الحمام وبيفضل يعيط، وبعدها جروجو بيروح وراه علشان يهدده انه ما يتكلمش مع اهل البيت اللي هم فيه عن اي حاجه، والا هيحصل لهم زي اللي حصل قبل كده بسببه مع البنتين. بس جاستن بعد ما بيخرج من الحمام بيقرر انه يسيب السلسله بتاعت ميري حوالين الكوبايه اللي كان بيشرب فيها كرساله لجون علشان يحذره ويفهمه ان في حاجه حصلت لبنته. وايما بعد كده بتوصلهم لبيت الضيافه وبتولع لهم شموع علشان مولد الكهرباء بيوصل الكهرباء للبيت الرئيسي بس. وبترجع بعدها ايما لجون، وفي الوقت ده بتكون ميري بتعافر وبتزحف علشان توصل للبيت بتاعها، وبتقدر انها توصل للكرسي اللي موجود على ناصيه البيت، وبتخليه يخبط في الحيطه علشان ابوها ياخد باله من الصوت ويخرج علشان ينقذها. وفعلا جون وميري بيسمعوا الصوت، ولما بيشوفوها بالحاله دي بيدخلوها البيت. وبيحاول جون انه ينقذ بنته ويوقف النزيف اللي عندها بسبب الطلقه اللي في كتفها. ولما بتدخل ايما المطبخ علشان تجيب اي حاجه تساعد بيها جون انه يعالج بيها بنته، بتلاقي السلسله ملفوفه حوالين الكوبايه اللي كانت مع جاستن. وبعد ما بيقدر جون انه يساعد بنته وينقذ حياتها، بتبلغه ايما انها لقت السلسله في المطبخ، وان اكيد الناس اللي عندهم في البيت ليهم علاقه باللي حصل لبنتهم. وبتحكي له ايما ان جاستن كان مركز على صوره ميري اللي موجوده على الثلاجه، وانه لما شافها انصدم وكانه شاف شبح لانه اتعرف عليها اول ما شافها. ويبلغ جون ايما انه لازم ياخد بنته لاقرب مستشفى فورا حتى لو هيمشي بيها على رجله، وبعدها يتصرف مع الناس اللي موجوده في البيت عنده. وساعتها هيفكر جون ان ممكن ياخد المركب بتاعه، وفعلا بيروح جون للمركب بس مش بيلاقي مفتاح المركب فيه لان اخو ايما مراته غير مكانه. وبيرجع جون لايما من جديد علشان يسالها عن مكان المفتاح، وبتقول له ايما ان ممكن اخوها يكون شايله في اوضه المخزن. وفعلا بيروح جون للمخزن علشان يدور على المفتاح هناك. وايما في الوقت ده كانت بتدور على المفتاح في المطبخ، بس بتتفاجئ بفرانسيس واقف قدامها، وبيقول لها فرانسيس انه شايف نور المطبخ مولع فحب انه يجي علشان يطمن عليهم. وبتكون صوره ميري متعلقه على الثلاجه، وبتكون ايما خايفه ان فرانسيس يشوفها ويعرف ان ميري بنتهم. فبتحاول ايما انها تجذب انتباهه بعيد عن الثلاجه، وبتشيل صوره بنتها قبل ما يشوفها فرانسيس، وبتفضل مخليها باصص في اتجاهها بعيد عن الصاله اللي موجوده فيها ميري. بس فرانسيس بيخرج على الصاله وبيشوف ميري وهي نايمه قدامه وبتكون لسه عايشه، وساعتها بتضربه ايما بالازاز على دماغه، وفرانسيس بيجري عليها علشان يضربها. بس ايما بتاخد سكينه المطبخ وبتطعنه بيها، بس الطعنه مش بتموته، وبياخد السكينه علشان يطعنها بيها. بس ايما بتضربه وبتحاول انها تهرب منه لغايه لما بيجي جون وبيضرب فرانسيس وبيغرقه في حوض المطبخ. وبيمسك جون ايد فرانسيس وبيحطها في خلاط الحوض اللي بيخرط ايده، وبيفضل فرانسيس يصرخ من الالم لحد ما جون بيضربه بالمطرقه على دماغه ويموته. وبيتحرك جون وايما على بيت الضيافه علشان يخلصوا على كل اللي موجودين هناك، وبيدخلوا الاوضه وهما بيتسحبوا، وبيلاقوا جاستن قاعد قدامهم ومعاه مسدس. بس جاستن مش بيقاوم، بالعكس ده بيديهم المسدس علشان يعملوا بيه اللي هم عايزينه. وساعتها هيتحرك جون ناحيه جاستن، وسيدي وجروجو بيكونوا نايمين على السرير بس بيصحوا على صوت تعمير المسدس. وساعتها هيضرب جون سيدي بالمسدس، بس الطلقه بتيجي في كتفها، وهيحاول جروجو انه يهرب منهم وهيخبط ايما وينط من شباك البيت. وبتحاول سيدي انها تستخبى في الحمام، بس جون بيكسر الباب عليها وبيدخل الحمام، وايما بتدخل وراهم وبتضربها بطلقه من المسدس في دماغها وبتخلص عليها. ويكون جروجو هرب ناحيه البيت الرئيسي علشان يستخبى فيه، وبيشوف في الصاله دم على الترابيزه، وبيشوف فرانسيس مقتول ومرمي على الارض. وبيجري جون على البيت علشان يدور على جروجو ويخلص عليه، وايما بتروح علشان تطمن على بنتها ميري اللي بيكونوا مخبينها في المركب بعيد عن البيت. وبيفضل جون يدور على جروجو في كل حته في البيت لحد ما بيعرف انه مستخبي في الدور العلوي. وبيقول له جون انه مستخبي علشان هو شخصيه جبانه، بس بيستفزه جروجو وبيكلموا عن بنته واللي عمله فيها، وانه متاكد ان اللي خانهم هو ابنه الجبان، وقرر انه يبيع ابوه ويقول اللي حصل لبنتهم ميري. وساعتها هيحاول جروجو انه يهرب من الشباك، بس بيسمع صوت المركب اللي موجود في البحيره، وبيفهم ان في حد بيحاول انه يهرب بالمركب. وساعتها هيقرر جروجو انه يخدع جون ويوهمه انه رايح ناحيه المركب علشان يقتل مراته وبنته، بس بيكون مستخبي وبيطلع من ورا جون وبيضربه وبيرميه من الدور الثاني. بس بيتفاجئ بعدها جروجو ان ابنه جاستن وراه ومعاه مسدس وبيهدده بيه، بس علشان جاستن جبان مش بيقدر يعمل له حاجه، وبيضربه ابوه بيرمي من ايده المسدس. وبتيجي ايما من ظهره وبتضرب جروجو بطفايه الحريق، وبيضربوه لغايه لما بيغمى عليه من كتر الضرب. بعدها بيروح جون المركب وبياخد مراته وبنته وجاستن لاقرب مستشفى،
وبيسيبهم هناك وبيرجع لجروجو من جديد. وجون ساعتها هيحيي ان جروجو بمخدر بيشل الجسم كله، بس بيفضل حاسس بكل حاجه بتحصل له. وبيجيب جون الميكروويف وبيحط دماغ جروجو فيه، وبيشغل جون الميكروويف من غير ما يقفل الباب، وبيفضل جون يتفرج على دماغ جروجو وهي بتنفجر قدامه. وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك، علشان اللايك بتاعك بيساعد على انتشار القناه. ولو حابب تشوف افلام اكتر اشترك معانا في القناه، وقول لنا رايك في الفيلم في التعليقات. وسلام.